بما ان الاستاذ اتفضل. ابراهيم يعني عارف كل الدنيا، الاول يا استاذ ابراهيم ابدأ كده بحياة والده مرورا لحياته، لان انا واصلني معلوماتي. والله هو اولا هم كانوا لاجئين في البلد بتاعتنا اللي احنا كنا عايشين فيها. احنا بلد اسمها الجماليه دهليه، ناس اهلها طيبين. وجه لجأهم، عاشوا عاشوا هو واخواته البنات، وهو وابوه في غرفه بدون تلييس في الجماليه دهليه. فناس كتير اتعاطفت معاهم وقعدوا في البلد. فأمه ما كانتش موجودة. أمه كانت سايبة الواد السيد ده وهو لسه صغير. ف السيد كان دايما على طول في مشاكل مع أبوه، وكان أبوه على طول كان يسب له بالزيت. فالسيد دايما كان يمشي، يهرب يروح ينام في أماكن بيعيش فيها المواشي. بدأ إن هو يسرق، واتمسك بالسرقات دي، وله سوابق، له سوابق سرقات في مركز ومدينة الجمالية. وطبعا في ناس مشوهم من السكن اللي هم كانوا فيه، علشان هم ناس يعني ما فيش تربية ولا في أخلاق. ففي واحد برضه مسؤول، يعني راجل محترم، اتعاطف معاهم وسكنهم عندهم بالمجانا. وبرضه الوضع ما تحسنش، فراحوا سكنوا في غرفة هو وابنه. فكنا احنا بنلعب في الشارع وداخلين عندهم في الغرفة، اتلقينا ابوه نايم على كنبة اللي هي بتاعت زمان دي، واتلقيناه ميت.